الناس بتتجوز ليه؟ الناس بتتجوز ليه بقى؟ ليه؟ ده السؤال وانا جاوب عليه. الناس لازم هيعملوا ايه طيب؟ ليه لازم؟ انا مقتنعه انه الجواز شركه ما بين اتنين، صح. وانه حاجه مهمه علشان نقدر نكمل، نلاقي حد يشهد على الحياه بتاعتي وكده. بس هل احنا كلنا بنتجوز، او فكره الجواز وخصوصا في منطقتنا بتبقى جايه من الحته دي، ولا في اسباب تانية والاسباب دي هي اللي بتخليها تفشل؟ ما احنا لما بنتربى من واحنا صغيرين لازم لما هتكبري هتتجوزي. حلو. بس بتجوز ليه بقى؟ بتتجوز ليه؟ عشان لازم بقى اخلف ويبقى عندي حياه وكده، مع ان انا ضد الموضوع ده خالص. يعني حتى انا مع بناتي ما فيش اسمها عايزه اشوفك عروسه ولما تكبري تتجوزي وكده، لا. انا ممكن اقول لما تكبري تنجحي وتبقي مبسوطه وبتشتغلي وبتروحي وبتسافري وبتيجي، وبرضه ممكن تتجوزي. بس احنا هنا اتربينا ان لازم تتجوزي. يعني نجاح الحياه ان انت تبقي بني ادمه ناجحه في حياتك لازم تبقي متجوزه. انا مش مع ده لا خالص. انا بتكلم في العموم. في العموم. طب ده يمكن الثقافه بتاعتنا. ما هو انا افهم مثلا انه اوكي لازم الراجل مثلا يشتغل، او الست لو هي بتشيل نفسها لازم تشتغل عشان تاخد فلوس عشان تقدر تصرف على نفسها، والا هتموت يعني. هتبقى كارثه سوداء. ايوه. بس هل هي كارثه سوداء لو ما اتجوزتش؟ لا، في رايي الشخصي لا طبعا. شكرا.